مفيش شك ان مسلسل النص اللي اتعرض في رمضان السنة دي هو اللي قدر يقفل منطقة الكوميديا في الموسم ده. انا كنت عارف ومراهن على نجاح النص لما نزل البرومو بتاعه. تعالوا بقى ندردش مع بعض ونتكلم شوية عن حدوتة النص وليه هو احسن مسلسل كوميدي في رمضان. بس يا ريت وانتوا بتتفرجوا دلوقتي تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة، وكمان يا ريت تفعلوا زر الاشعارات عشان يوصل لكم كل جديد. دايما المسلسلات اللي احداثها بتدور في فترات قديمة وازمنة تانية بتشد الناس بشكل كبير. عندك امثلة كتير على المسلسلات دي، مثلا عندنا مسلسل جراند اوتيل لعمرو يوسف اللي كانت احداثه بتدور في الخمسينات، وعلى ما افتكر وقتها جراند اوتيل كان هو الحصان الاسود لموسم رمضان 2016. وبمناسبة موسم رمضان 2016 كان في مسلسل تاني بيتعرض مع جراند اوتيل وبيدور في نفس الفترة الزمنية اللي بيدور فيها أحداث مسلسل جراند اوتيل. مسلسل أفراح القبة كان برضو محقق نجاح كبير في الوقت ده، وأكيد طبعا الكتابة كانت من أهم أسباب نجاحه، ومع الكتابة كمان البطولة الجماعية اللي هي أكيد العنصر الأساسي في نجاح أي عمل. طيب سيبونا دلوقتي من رمضان 2016 وتعالوا نروح لرمضان 2013. طب ليه رمضان 2013 بالذات؟ اكيد عشان ذات في الموسم ده اتعرض مسلسل ذات لنيلي كريم اللي بالمناسبة كان اول بطولة ليها في عالم الدراما التلفزيونية. وزي جراند اوتيل وافراح القبة فذاك كان ناجح جدا وقت عرضه، ولسه ناجح لحد دلوقتي. انت كده كده لو شفته على التلفزيون هتتفرج عليه تاني. مع ذات عشنا تاريخ مصر كله بداية من حكم محمد نجيب لحد حسني مبارك واندلاع ثورة 25 يناير. دايما المسلسلات اللي احداثها بتدور في فترات قديمة بتقدر انها تجذب الجمهور عشان يتفرج عليها لانها بتلعب على جو النوستالجيا والحنين للذكريات اللي فاتت. الناس اللي كانت بتتفرج على نص السنة دي هم نفس الناس اللي بيقعدوا قدام التلفزيون ويشوفوا افلام ابيض واسود على روتانا كلاسيك، وينبسطوا اكتر لما يشوفوا قناة ماسبيرو زمان. بعيدا عن المسلسلات اللي انا ذكرتها دي، مسلسل النص احداثه بتدور في فترة اقدم بكتير من المسلسلات اللي انا طرحتها قدامكم دلوقتي. قصة النص بالتحديد بتحصل في القرن العشرين وفي حقبة احتلال الإنجليز لمصر. وفي الفترة دي بنشوف بطلنا المعلم عبد العزيز النص النشال المحترف اللي كان موهوب بخفة إيده وحركته إنه يسرق أكبر عدد من المحافظ. في ناس كتير شفتها بتتريق على المسلسل، هو انتوا ازاي يا جماعة تعملوا سيرة ذاتية لواحد نشال وحرامي زي النص؟ اهدوا يا جماعة شوية، ما فيهاش أي حاجة. ما احنا السنة اللي فاتت عملنا سيرة ذاتية عن شيخ قلعة الجبل حسن الصباح. هيجرى ايه يعني لو عملنا مسلسل كوميدي لطيف وخفيف بيحكي السيرة الذاتية للشيخ النشالين؟ المسلسل مأخوذ من رواية مذكرات نشال، وفي نفس الوقت اللي اتنشرت فيه المذكرات دي كانت الدور المصرية بتنشر مذكرات من النوعية الغريبة دي. أبرزها مذكرات فتوة، مذكرات قواد، وغيرها من الحاجات الغريبة اللي كانت بتشد الجمهور للنوعية دي من الأعمال، اللي هي في نفس الوقت بتحتل مرتبة عالية في قانون العرض والطلب. عقدة مسلسل النص بتبتدي لما أخو النص الشاب اللي بيدرس في كلية الحقوق بيعتقل من الإنجليز، وهنا النص بيقرر إنه يرجع تاني للنشر، أو بمعنى أحسن يرجع للشقاوة تاني عشان ينقذ أخوه. بس ده ما بيرجعش لوحده، ده بيرجع وهو معاه فريق من النشالين اللي بيساعدوه. عارفين عصابة ميت وش؟ دول بقى ميت وش بتوع القرن العشرين. بس دول ما بيسرقوش الأغنياء، دول بيسرقوا الإنجليز. وكمان النص بيتنكر وبيكون بطل شعبي البوليس المصري بيدور عليه. يا جماعة أنا حاسس إن أنا شفت القصة دي في عمل قبل كده، عمل بيدور في نفس الفترة اللي مسلسل النص بيدور فيها. أيوة بالظبط، انتوا عارفين أنا بتكلم عن إيه، مسلسل فارس بلا جواد. في تشابه كبير جدا في حدوتة النص ومسلسل فارس بلا جواد اللي كان مدوخ الإنجليز برضه. بس طبعا مفيش مقارنة بين النص وفارس بلا جواد، سواء على مستوى الكوميديا إذا كان حتى على مستوى الدراما والقصة. فارس بلا جواد مستوى تاني حقيقي، واللي ما شافش المسلسل ده فاته كتير. دور حافظ نجيب من أقوى أدوار محمد صبحي اللي شفناه في المسلسل، بيقدم مجموعة كبيرة من الشخصيات، وكل شخصية طبعا من الشخصيات دي كانت ليها لمسة كوميديا خاصة. فكرة البطل الشعبي اللي في النص هي نفس الفكرة اللي موجودة في مسلسل فارس بلا جواد. ده كمان العدو اللي بيواجهه النص كان الإنجليز اللي برضو الثعلب كان مدوخهم، وكمان الفريق اللي موجود في النص وبيساعده في عملياته. الموضوع ده كمان موجود في الثعلب. يمكن الاختلاف الوحيد ان حافظ نجيب ما كانش نشال. لو بصيت كده على مستوى الكوميديا في السنين الأخيرة هنلاقيها في انحدار، وبالذات المسلسلات بقت صعبة أوي تشوف مسلسلات محافظة على الحس الفكاهي طول ال 15 وال 30 حلقة. لكن ده كله اتغير في آخر 7 سنين. طب ليه آخر 7 سنين بالذات؟ لأن في سنة 2018 اتعرض مسلسل الوصية اللي كان من بطولة أحمد أمين، وبعد كام سنة اتعرض مسلسل الصفارة اللي كمل أحمد أمين بيه سيطرته على عرش الكوميديا الدرامية. والسنة دي أحمد أمين رجع لنا بشكل جديد ودور ما يليقش غير عليه، هو المعلم
المعلم عبد العزيز النص. اداء احمد امين طبعا لا غبار عليه، الراجل ده قادر يضحكني من غير ما يتكلم، وفي نفس الوقت احمد امين قادر يضحكني برضه من غير ما يستظرف. واكتمل نجاح النص السنة دي بكاست متميز جدا على رأسهم حمزة العيلي اللي أنا بشوفه من أحسن الممثلين في مصر حاليا. ممثل عامل زي الحرباية بالظبط، كوميديا تلاقي، شر تلاقي، أي دور يعمله حلو ويقنعك بيه. المسلسل بينتهي نهاية مفتوحة، وواضح كده ان في جزء تاني من العمل، بس انا بقول لكل اللي مستنيين جزء تاني من النص ما تعشموش عشم ابليس في الجنة. اوعوا تستنوا الجزء التاني من النص. احمد امين مش اول مرة يعملها فينا قبل كده، احمد امين عملها في ما وراء الطبيعة والصفارة والوصية، اللي بالمناسبة الاعمال دي كلها كانت نهايتها مفتوحة وما اتعملش ليها لحد دلوقتي اي اجزاء تانية. وسلام.